السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا الأستاذ عبد الفتاح بلحة السيسي الكذاب، طالع يفتتح مدينة اسمها مدينة المنصورة الجديدة اللي بنيها على حرف البحر، اللي العلماء قالوا إن السواحل مصر كلها بعد كام سنة هتغرق. معرفش بناها ليه على البحر. المهم، اللي شفته حاجة جميلة، شقق متشطبة سوبر لوكس وفيلات وشوية نجيلة. اللهم صل على النبي. طب بالصلاة على النبي كده هو ماسك لنا بقين من ساعة ما جه. أولا قالك عايز أغني الناس، 9 سنين الناس ما اغتنتش والغني بيفقر. طب وقالك عايز عايش الناس حياة كريمة، راح جايب واخد فلوس الجمعيات الأهلية سارقها بفلوس الشعب كله، وراح يعمل بيها ايه، يرمم شوية العشش بتاعت الناس اللي في الصعيد وفي الصحراء. يعني ترميم ترقيع، يعني ولا صرف صحي ولا نيل. لو عمل صرف صحي بيبقى في بعض مناطق ومناطق لأ، وفي عشوائيات عمالة تتبني لسه. بتوع الصعيد الجهلة دول والفلاحين الجهلة. ما هو الجهل متأصل فينا لأن العسكر بقالهم يجي 70 80 سنة، وطبعا الملكية كان فيها جهل برضك عشان محدش يقول الملكية كانت حلوة. طيب مفيش تعليم طبعا فالجهل بينتشر. الجاهل معاه ممكن يجيله فلوس من سرقة الآثار زي الصعايدة ولا الفلاحين ولا بتاع اسكندرية، ياخدها يجي يعمل نفسه باشا علينا في القاهرة ويخرب لنا البلد زي ما خربها. خربوها الصعايدة وبنوا عمارات مخالفة في اسكندرية وفي كل محافظة. بوظوا البلد لأن هو جاهل وغير متعلم، والبلد دايرة كده بالجاهل اللي بيحكم واحد جاهل. فهم بوظوا البلد بطريقة البنى بتاعتهم، اللي هم زعلانين إن السيسي وقف لهم البنى. أنا مع القرار ده اللي هو وقف البنى. مينفعش نبني تاني بالطرق الغلط دي اللي هي طوب أحمر ومباني عمارات من غير مناور والسلالم عالية ومن غير أسانسيرات، وإيجارات إيجارات إيجارات وشغل معفن كله، والمجاري بتضرب في كل حارة. طبعا دي فوضى. هنقول لأن مبارك برضه ب30 سنة الله يجحمه ويطرح مراه وينتقم منه، هو عياله بوظ البلد وخلى البلد فوضى. هما كده العسكر بيحبوا يعيشوا الشعوب في جهل. اه، تعليم مفيش. تعليم هو الأساس، بكررها كل فيديو هقولها لكم، التعليم هو الأساس. بصوا للشعوب المحترمة، بصوا للشعب الياباني ليه الناس بتضرب بيه مثل في النظافة والنظام، لأنه من هو صغير المواطن دوت اتربى على كده في المدرسة، اتربى واتعلم على كده. تصوروا احنا عندنا دين بيعلمنا النظافة والنظام وما بنعملش بيه. الدين مهمل في مصر. مفيش تربية، مفيش دين، مفيش تعليم، مفيش حتى فلوس. يعني ضحك على الناس وخد فلوسهم وهو بنفلس واحدة واحدة قصاد عينينا. جرام الذهب أصبح 2000 جنيه عيار 24، والدولار بقى 4 25 جنيه، وبيقولوا في السوق السوداء أكتر 30. طيب دلوقتي هنعمل ايه حضرتك؟ الشقة دي مين هيشتريها؟ طب احنا معناش فلوس. اللي كان محوش قرشين بالجنيهات راحوا عليه، خلاص فلسنا. واحنا عايشين في شقق قديمة وإيجارات قديمة اللي بيشتكوا منها أصحاب البيوت وعايزين يمشونا. طب انت هتدينا شقق ازاي؟ ناس بتقولك ده الشقة في المكان ده ب1 مليون جنيه أقل شقة. طب مين معاه مليون؟ طب انت هنفضل يعني ناخد الشقة ونقعد ندفع فيها اقساط لمدى الحياة احنا واهالينا؟ طب هتدي لكل شاب شقة مثلا عشان يعرف يتجوز وما تاخدش منه فلوس لحد لما البلد تتعدل؟ لا تقعد انت عايز تاخد فلوس مع ان دي مبنية بفلوسنا. يعني انت واخد مننا فلوس من الضراب وكده اجباري، وعايز تاخد فلوس تاني تمن الشقة. يعني انت ده واخد تمنها وعايز تاخد تمنها تاني مننا من الفقير. طبعا الغني ما بيهموش، الغني هيدفع وهيقلبنا تقليبة معاك. اللي هما 1% من المصريين بس الأغنياء. طبعا احنا يعني لابسين لبسة سودا. أنا مش عارف الشقق اللي انت عمال تبنيها وفاضية ما بتسلمش الشقق دي لحد. هتديها لمين؟ لليهود؟ ولا هتقعد فيها لوحدك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي مؤيدينك في الشعب اللي ساكت.